في إبريل سنة 1945 برلين اتحولت لأنقاض، والمدافع بتضوي والجيش الألماني بينهار، والقوات السوفيتية بتقترب من قلب العاصمة. الحرب العالمية التانية كانت بتخلص، لكن بالنسبة لآلاف المدنيين الكابوس الحقيقي كان لسه بيبدأ. في 8 يونيو سنة 1945 ألمانيا استسلمت رسميا. ألمانيا كانت مدمرة بالكامل تقريبا، مدن سويت بالأرض، ملايين قتلى، ملايين لاجئين، اقتصاد منهار، والجيش الأحمر السوفيتي دخل من الشرق بعد معركة شرسة دامت من بولندا حتى برلين. الجنود كانوا شايفين نفسهم منتصرين بعد سنوات من الدمار اللي حصلت في الاتحاد السوفيتي على إيد الجيش النازي. لما دخلت قوات الجيش الأحمر السوفيتي للأرض الألمانية كان في خليط من المشاعر: انتقام، غضب، كراهية، تراكمات من سنة 1941 من الوقت غزو ألمانيا للاتحاد السوفيتي. والحرب على الجبهة الشرقية كانت أكثر دمويا في التاريخ الحديث. مدن سوفيتية اتحرقت بالكامل، ملايين مدنيين ماتوا، وده خلق حالة نفسية معقدة عند بعض الجنود. واحدة من أهلك صفحات نهاية الحرب كانت الاعتداء على النساء في واسع النطاق. مؤرخين كتير منهم الباحث البريطاني أنتوني فور أدركوا أن مئات الآلاف من النساء الألمانيات تعرضوا للاعتداء، وبعض التقديرات بتوصل لمليون وأكثر من كده بكتير. الاعتداء حصل في برلين، بروسيا الشرقية، سليزا، مناطق أخرى داخل الجيش الأحمر. الموضوع ما كانش حالة فردية معزولة، كان مظهر انتشر في الأسابيع الأولى بعد دخول القوات. في الأيام دي الشرطة الألمانية كانت منهارة، والحكومة اختفت، والنظام القضائي مش موجود، والمدنيين بقوا بلا حماية. كتير من الناس كتبوا مذكرات بعد الحرب، وأشهر كتاب كان لامرأة في برلين، وهو يوميات سيدة ألمانية وثقت اللي حصل في العاصمة وقت دخول القوات السوفيتية. والمؤلم إن بعد الحرب الموضوع اتحط عليه صمت طويل جدا، لأن ألمانيا كانت مهدومة ومهزومة، ولأن الاتحاد السوفيتي كان قوة عظمى منتصرة. فالحديث العلني كان محدود جدا لعقود طويلة. بعض الوثائق بتشير إن القيادات السوفيتية حاولت رسميا فرض الانضباط، لكن على الأرض في الأسابيع الأولى كان في انفلات كبير، ومع الوقت بدأت القيادات تعاقب بعض الجنود وبدأت السيطرة تزيد، لكن الضرور كان بيحصل بالفعل. لو هتتكلم عن العدد التقديرات التاريخية مختلفة جدا، وده لأن مفيش إحصاء رسمي كامل، وكتير من الحالات ما بلغتش عنها. الخجل والخوف منعوا النساء كتير من الكلام. بعض الدراسات الألمانية بتتكلم إن 1 ل 2 مليون حالة في مختلف المناطق الشرقية، لكن لازم نقول بوضوح الأرقام التقديرية وليست مؤكدة بنسبة 100%. مهم جدا نفهم إن مش كل جندي سوفيتي ارتكب جريمة، حصلت أيضا حالات اعتداء من قوات تانية في مناطق مختلفة. الحرب نفسها كانت كارثة إنسانية على كل الأطراف، واللي حصل كان نتيجة مباشرة لحرب وحشية استمرت لأكتر من 6 سنوات، وقتل فيها أكتر من 60 مليون إنسان. نهاية الحرب العالمية التانية كانت لحظة فرح لكتير من حول العالم، لكن في أماكن زي برلين كانت لحظة خوف وصمت وألم. القصة دي يمكن بتعلمنا حاجات كتير، لكن عشان نفهم قد إيه الحرب بتكسر الدولة وقد إيه برضه بتكسر الناس معاها. يا رب يكون عجبك الفيديو.